الرحمن الرحيم. اتصلت علي إحداها አንዷ ደወለችልኝና አለችኝ አባቴን ምከሩት انصحوا أبي አባቴን ምከሩት يرد الخطاب عني ሊያጩኝ የሚመጡ ወንዶችን እየመለሰብኝ ነው وأنا والله في خطر እኔ ደግሞ والله አደገኛ ሁኔታ ላይ ነኝ انصحوا أبي አባቴን ምከሩት فأنا والله እኔ والله على خطر عظيم አደገኛ ሁኔታ ላይ ነኝ تعتذر البيوت ቤቶች ያማኛሉ بصغر الفتيات በሴቶች ልጅነት تناسى هؤلاء ረስተ ይሁን እንዴ أن أم المؤمنين የሙእሚኖች እናት አይሻ تزوجت وهي ابنة አግብታለች እሷ 9 سنوات የ9 ዓመት ልጅ ሆና من الأعذار الواهية ከማማኞች አንዱ ደግሞ أريدها أن تكمل ትምህርቷን التعليم እንድትጨርስ ፈልጋለሁ የሚል ነው أقول እላለሁ وهل التعليم أهم من الزواج ትምህርት ከትዳር የበለጠ ነውን ولسنا ضد التعليم ሲጀመር እኛ ጸረ ትምህርት አይደለንም ما المانع أنها ማን تتزوج የከለከለ እሷ አግብታ وتكمل تعليمها ትምህርቷን እንዳትጨርስ أمهات الجيل الماضي ያለፉት ትውልድ እናቶች لا يقرأن ولا يكتبن አይጽፉም አያነቡም وخرجنا ምርጥ أجيالا ትውልዶችን من አፈተዋል أحسن الأجيال ከምርጥ ትውልድ ما ضرهن والله والله አልጎዳቸውም أنهن لا እነሱ يقرأن አለማንበባቸውና ولا يكتبن አለመጻፋቸው تقول አንዷ إحداهن ትላለች كنت صغيرة ትንሽ حين ነበርኩ እኔ تقدم لي الخطاب እድሜ የሚያጨኝ ወንድ ሲመጣ فردهم أبي አባቴ መለሳቸው ردهم መለሳቸው እንዲህ በማለት أريدها أن تكمل تعليمها ትምህርቷን እንድትጨርስ ፈልጋለሁ تخرجت ጨረስኩ قال على أريدها أن تكمل ስራ تعليمها እስከጀምር ጠብቁ አለ ولا زال الخطاب يتقدمون وهو አሁንም يرد ለማጨት ይመጣሉ አባቴ መልሳቸዋል بلغت 30 30 ደረስኩ فبدأ الخطاب እኔን يقولون ፍለጋ የሚመጡ ወንዶች ይቀንሱ ጀመሩ وهو يردهم እሱ بأوهى الأعذار የመለሳቸውን በማይሆን ምክንያት بل ربما እንደውም يتقدمون ምናልባት እየመጡ وأنا لا أعلم عنهم እኔ ላላውቅ እስክችል ድረስ حتى بلغت 40 40 እስኪደርስ ድረስ حتى እድሜ بلغت 40 من 40 العمر እስኪደርስ ድረስ فجاءته الساعة ሰዓቷ መጣች التي لا بد أن تأتي لكل واحد የግድ منهم ሁሉም ላይ የምትመጣው ሰዓት ساعات الاحتضار የጣረ ሞት ሰዓት حينها يتذكر الإنسان ያኔ ما የሰው ልጅ قدم ያስታውሳል وما أخر. ያሳለፈውንም ያስቀድመውንም في تلك اللحظة በዛ ቅጽበት تذكر الأب አባት አስታወሰ ያንን በደል በዚህች ልጅ ላይ የሰራውን በደል فأخذ يعتذر ከዚያም إليه ይቅርታ في آخر መጠየቅን ጀመረ اللحظات. በመጨረሻው ሰዓት قالت አለችው والله لن أسامحه والله ይቅርታ አልልህም والله لن أسامحه والله ይቅር አልልህም صويحباتي أمها ጓደኞቼ እናቶች አያቶች ሆነዋል وأنا بين الجدران እኔ الأربعة በአራት ማዕዘን መሃል ሆኜ والله لن أسامحه والله ይቅር አልልህም مت غير مغفورة ሞት ያለ ምህረት والله لن أدعو لك والله ዱዓም ولن አላደርግልህም أستغفر لك እስትግፋርም አላደርግልህም وإذا وقفت أنا እኔ وأنت እናንተ أمام አላህ الله ፊት በቆምን ጊዜ فسأخاصمك أمام አላህ ፊት እከስሃለሁ أردتني حقا من ከመብቴ حقوقي ላይ መብት አሳጥተኸኛል والله الذي لا إله إلا والله هو الذي لا إله إلا هو أعرف بيتا من بيوت አንድ ቤት المسلمين አውቃለሁ ከሙስሊም ቤቶች ውስጥ فيه 7 فتيات 7 ሴቶች ያሉበት تجاوزت أعمارهن 30 እድሜያቸው 30 ደርሷል ولا زال يرد الخطاب አሁንም የሚያጩ ሰዎች طمعا ይመለሳሉ وجشعا በስግብግብነትና وظلما በስስት وعدوانا በበደልና በጥላቻ تارة صغيرة አንዳንድ ልጅ ነች እያሉ وتارة أريد منها أن አንዳንድ تكمل ደግሞ التعليم ትምህርቷን ትጨርስ እያሉ أي تعليم هذا የትኛው ትምህርት ነው ይሄ ثم من أعظم الأسباب ደግሞ ከሰዎች ውስጥ ትልቁ الجاهلية ጃሂልያ ነው الجاهلية ጃሂልያ التي تفشت ዛሬ بين በሰዎች اليوم. መሃል የተንሰራፋው هذا لا يزوج فلان ይሄኛው ወገሌን አይደለም وهذا لا يقبل فلان ይሄኛው ደግሞ ወገሌን አይቀበልም إنها الجاهلية بأم እሷ عينها በቀጥታ ጃሂልያ ነች هذه الجاهلية ይህ ጃሂልያ بأم عينها በቀጥታ ማህይምነት فالميزان عند الله ሚዛኑ አላህ ጋር ነው اتصلت علي إحداهن አንዷ ደወለችልኝና طالبة ተማሪ ነች في أول سنوات የመጀመሪያ الكلية ዓመት ኮሌጅ ተማሪ تقول نحن ትላለች في خطر እኛ አደገኛ ሁኔታ ላይ ነን نحن في خطر እኛ አደገኛ ሁኔታ ላይ ነን تكلموا عن الخطر الذي يهددنا ተናገሩ እኛን ስለሚያስፈራራን አደገኛ البقية ሁኔታ في المكان ብልግና በሁሉም ቦታ نريد ነው أن نعب أنفسنا ራሳችንን بالزواج. በትዳር ማኖር እንፈልጋለን ادعوا لي يا شيخ ዱዓ አድርጉልኝ ያሺ قلت ያለች عسى الله أن ييسر አልኩ الأمور አላህ ጉዳይሽን ያግራልሽ اتصلت علي بعد حين ከጊዜያት በኋላ እያለቀሰች ደወለችልኝና تقدم لي حافظ للقرآن ሐፊዝ القرآن ሊያጨኝ መጣና አለች حافظ لآيات الله የአላህን وكلام الله አያ የሐፈዘ መጣ ذو خلق በጸባዩ وأدب عظيم በስርዓቱ يشهد له القاصي ሁሉም والداني የሚመሰክርለት ሰው رده أبي አባቴ መለሰው رده أبي አባቴ قائلا መለሰው እንዲህ أنا በማለት من قبيلة እኔ كذا የገሌ وكذا የገሌ ብሔር ነኝ ብሎ وأنا لا أعطي እኔ هذا ለዚህ አልሰጥም ብሎ وأنا لا እኔ أعطي ለዚህ هذا አልሰጥም قال ብሎ لها እንደውም ማለት يقطع الأحلام. ህልምሽን ቁረጭ والله لا أعطينك ወላሂ لله ለሽፍታ ሰጥሻለሁ شارب خمر መጠጥ ولا ለሚጠጣ أعطيه ለዚህ هذا. ከምሰጥሽ والله لا أزوجنك ወላሂ ይድርሻለሁ إلى قاطع طريق ለመንገድ ሽፍታና وشارب خمر ለመጠጥ ጠጪ ولا أزوجك لحافظ القرآن ለቁርአን ሐፊዝ አልድርሽም ማለት أبا حكم الجاهلية يبغون የማህይምነትን ፍርድ ይፈልጋሉ ነው إن الله وضع ميزان አላህ ሚዛን አስቀምጧል هو ميزان التقوى የተቋን ሚዛን
وهو ميزان التفاضل بين እሱ ነው الناس. በሰዎች መካከል ያለውን መለየት የሚወስነው الناس عند الله سواسية. ሰዎች አላህ ጋር እኩል فلماذا ናቸው نرد فلان ونرد ለምን እገሌን فلان؟ መልሰን እገሌን إذا መልሰን أتاكم ከመጣላችሁ من ترضون دينه ዲኑንና وخلقه ባህሪውን የምትወዱለት ዳሩት يتقدم الشاب اليوم ዛሬ ወጣት ولا ይመጣል يسأل عن خلقه ስለ ባህሪው ولا يسأل አይጠየቅም عن دينه ስለ ዲኑም አይጠየቅም ابن من ይባላል የማን ልጅ ነው وممن ከየትስ ነው وما هي وظيفته ምንድነው ስራው ووضعنا الدين في آخر الدرجات ዲኑን መጨረሻ ደረጃ ላይ አድርገናል إلا تفعلوا تكن فتنة في ይህንን الأرض ካላደረጋችሁ وفساد ምድር ላይ ፈተናና ወንጀል ይስፋፋል والفساد واقع في كل مكان ወንጀል እየተፈጸመ ነው በሁሉም ቦታ اسمع بارك الله فيك ስማ ባረከላሁ ፊክ من الأسباب ትዳርን التي عطلت الزواج ካንጓተተው ሰበብ ውስጥ وجعلته عقبة ወጣቶች እንዳያገቡ ካደረጋቸው ነገር ውስጥ بلاء المهور የምህር መናር آلاف مؤلفة በሺዎች የሚቆጠር ما أنزل الله بها من አላህ سلطان ህግ ባላወረደበት من أين للشباب ب30 ከየት و40 ያምጡ و50 ወጣቶች ألف 40 ሺህ 50 ሺህ ورواتبهم ደሞዛቸው لا تتجاوز 1000 و2000 ከአንድና ከሁለት ሺህ ሳያልፍ الفتن تطاردهم في كل ፊትና مكان ከሁሉም ቦታ تطارد ያሳዳቸዋል الفتيات وتطارد ሴቶችን الرجال ያሳዳል ወንዶችን ما ያሳዳል المقصد من الزواج أصلا ሲጀመር ጋብቻ ለምን አስፈለገ ما المقصد ሲጀመር من الزواج أصلا የጋብቻ ጥቅምስ ምንድነው أليس المقصد ሴቷን حفظ الفتاة መጠበቅ አይደለም ምን وحفظ ذلك الشاب ያንንስ ወጣት መጠበቅ አይደለም ምን أسرة مسلمة ሙስሊም ቤተሰብ ከፈለጉ اليوم الأسرة المسلمة ዛሬ ሙስሊም ቤተሰብ لا ለመስረት تنشأ إلا بملايين በሚሊዮኖች الريالات ካልሆነ አትመሰረትም تدري لماذا؟ ለምን እንደሆነ ታውቃለህ لأن الرجال لا يديرون ምክንያቱም الأمور ወንዶች ጉዳዩን لأن አይኖሩም الرجال ምክንያቱም تخلوا عن ወንዶች المسؤولية ከተጠያቂነት وأعطوها ሸሽተዋል للنساء ለሴቶች ሰጥተዋል في زواج مضى ባለፉት ትዳሮች حفلة زواج كلفت أكثر من 10 ملايين የሰርግ ريال ድግሶች እስከ ሚሊዮን ጨርሰዋል هذا الزواج باء بالفشل ይህ بعد ጋብቻ شهر واحد ከአንድ ወር በኋላ من ይፈርሳል أين للشباب بمئات الآلاف ወጣቶች من ከየት الريالات ያምጡ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ገንዘብ 50,000 مهر 50 ሺህ መህር و50,000 بإعداد 50 ሺህ الزواج የሰርጉ ድግስ من ማሟያ أين لهم بمثل هذا؟ ከየት ያመጣሉ كثير من الشباب በዚህ ሁኔታ لا يبني ብዙ حياته ወጣቶች ህይወትን إلا አይገነባም على ديون. በትልቅ في ብድር سنوات ካልሆነ الزواج. በስተቀር ለብዙ ዓመታት የሚከፈል وهل فتياتنا በእርግጥ ሴቶቻችንና وبناتنا ልጆቻችን أحسن من أمهات ከሙእሚኖች المؤمنين؟ እናት የበለጡ ናቸው እንዴ ما زوج النبي صلى الله عليه ነብዩ وسلم ሰለላሁ ዐለይሂ بناته ወሰለም ሲድሩ عند مسلم وغيره በሙስሊምና قال ሌሎች ما እንደተዘገበ زوج النبي صلى الله عليه ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ وسلم ወሰለም አልዳሩም وما صدق نساء ሴቶችን بأكثر አልሰጠም من 12 ከሁለት أوقية ሩቅያ ونجم. በላይ قالت أتدري من نجم؟ ምን ሐሽ እንደሆነ ታውቃለህ قالت نصف أوقية فذلك 500 درهم 500 ድርሃም 500 درهم 500 ድርሃም لأمهات المؤمنين ለሙእሚን እናቶች أطهر النساء ንጹህ ሴቶች وأعف النساء የተከበሩ ሴቶች وأكرم النساء عند الله አላህ جل ዘንድ في علاه. የተወደዱ ሴቶች ولبناتنا نطالب ب እኛ 30 ሴቶች ግን و40 በ30 و50 በ50 በመቶ من أين እንጠይቃለን يأتي الشباب مثل هذا؟ ከየት ያምጡ ወጣቶች من ይሄንን أين للشباب مئات الآلاف من ከየት ወጣቶች الريالات؟ ሊያመጡ ይችላሉ ይሄንን ይሰርቃሉ أم يلجؤون إلى الزنا؟ ወይስ ወደ ዚና ይመለሳሉ ونحن السبب دفعناهم እኛን إليه. ሰበቡ እነሱን ወደ እነዚያ كم من የገፋናቸው شاب التزم ስንት ወጣት ነው ስርዓት ይዞ تحصين فرجه ብልቱን ጠብቆ فإذا بالأبواب مغلقة ለመጠበቅ من أمامه. የሞከረው ነገር ግን ፊት ለፊት ያለው በር ተዘግቶበታል ለመሳሳቱ ምክንያት ሰበብ ሆነ ሁሉም ኃላፊነቱን ሊሸከም ይገባል ሐላል በመቶ ሺህ ብሮች ሐራም ግን በትንሽ ሳንቲም الحرام ሐራም ب10 ريالات በ10 ብሮች في حين أن الحلال ሐላል ግን بمئات الآلاف من በመቶ ሺህ الريالات. ብሮች ይቆጠራል اتقوا الله عباد الله አላህን ፍሩ የአላህ ما ባሮች أنزل الله بهذا من አላህ سلطان ለዚህ ላይ ህግጋት አላወረደም قال لي أحدهم አንድ ሰው يروي قصة ለትዳር زواج ገጠመኙ ሲያወራኝ قال حين عزمت على ማግባትን الزواج በወሰንኩ ጊዜ ይላል اخترت صالح بيتا صالحا የማውቀውን ቤት أعرفه. መረጥኩ قال አለ فذهبت إلى أبيها في ወደ المسجد መስጂድ በአባቱ ጋር ሄድኩኝ صليت بجانبه አጠገቡ ሰገድኩኝ فلما انتهى من صلاته ሰላቱን እንደጨረስኩኝ فاتحته ከራተባ بالموضوع እያልኩ الذي ርዕሱን ከፈትኩለት هو እሱ يعرفني ያውቀኛል قال أنت አለኝ አንተ ممن نرضى دينه وخلقه ዲንህና ባህሪን የምንወድ جئنا بأهلك ቤተሰቦችን ይዘህ ነው حتى نتعرف عليهم እንተዋወቃቸው جئته بعد ከቀናት أيام በኋላ ይዤለት መጣው تعارف الأهل ቤተሰቦች ጋር ተዋወቁ وحصل بينهم مودة ጥሩ መግባባት ተፈጠረ قال لي الأب አለ አባትየው الأسبوع القادم إن በመጪው شاء ሳምንት الله ኢንሻአላህ تأتي ትመጣና ومعك الشهود ከምስክሮችህ ጋር نعقد لك على فلانة ከግሊት ጋር እንድራለን ፈለግኩኝ እንዲገልጽልኝ كم المهر ስንት ነው መህሩ ما هي الشروط ምንድነው ሁኔታው ምን ያስፈልጋታል አልተናገረም قال الموعد አለኝ ቀጠሮ الأسبوع القادم በመጪው ሳምንት يقول الشاب ወጣቱ ይላል كنت على الوظيفة منذ 10 ለ10 سنوات ዓመታት ስራ ላይ ነበርኩ جمعت مبلغ 20 ሺህ 20,000 ريال ብር አጠራቅሜያለሁ والله إنجاز يا إخوان والله ትልቅ ነገር ነው في ظل ወንድሞቼ هذه الظروف التي በዚህ نمر አሁን بها ባለንበት الآن ተጨባጭ أن يجمع مبلغ 20,000 20 ሺህ ريال ማጠራቀሙ قلت አልኩኝ 20,000 20 ሺህ أستحي أن أعطيه ለመስጠት إياه አፍራለሁ ለሷ في ظل تنافس በዚህ الناس በሰዎች ውድድر على المظاهر በግልጽ والإفراط በሚታይ والتبذير ብክነትና መበተን
حتى أصبحنا እንደውም እያደር የሸይጣን ወንድሞች እስክንሆን ድረስ يقول فاقترضت 20 أخرى ሌላ 20 ሺህ ያገኘውና كم ጨመረበት أصبح المبلغ ገንዘቡ ስንት ሆነ 40 ሺህ ሆነ قلت አልኩ 40 ما تكفي 40 ሺህ አይበቃኝም 40 والله ما تكفي والله 40 ሺህ አይበቃኝም فذهبت في اليوم المحدد በተባለው ቀን ሄድኩና وجاء الشيخ ሼኹ መጣ ኒካውን ለማሰር وبدأت الدقائق تمر ደቂቃዎች ወደ እኔ መምጣት ጀመሩ እኔ በጣም ተጨንቄያለሁ كانت تلك الساعة ያቺ ሰዓት እስክትደርስ ሼኹ እስኪለኝ ድረስ ስንት ነው መህሩ فسكت ዝም አልኩ فرددها علي አሁንም ደገመኝ قلت አልኩኝ 40 ሺህ قال الأب لا አባት አይሆንም አለ قال الأب لا አለ አባት አይሆንም فسقط قلبي بين يديه ልቤ ተሰበረ እዛው قال الأب አለ አባት 5000 تكفيها 5000 ይበቃታል 5000 تكفيها ይበቃታል واستعن بالباقي أنت وإياها ቀሪውን እናንተ ተጠቃቀሙበት በአንዳንድ ነገሮች فقمت وقبلت رأسه ተነሳውና ግንባሩን ሳም وحق لمثل هذا أن ይገባል يقبل رأسه እንደዚህ አይነቱ ግንባሩን ይሳም ومثله قليل የእሱ አይነት ትንሽ ነው ومثله የእሱ አይነት قليل ጥቂት ነው أعينوا الشباب ወጣቶችን አግዙ ساعدوا الشباب ወጣቶችን እርዱ احفظوا الفتيات ሴቶቻችሁን ጠብቁ احفظوا المجتمع ማህበረሰብን ጠብቁ اللهم احفظ بيوتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن